النجاح عمره ما كان حظ. زميلي احمد حسن، الاستاذ احمد حسن. معانا احمد حسن. احمد بسم الله ما شاء الله، يعني هيبقى تاريخ في الاذاعه باذن الله. الرغبة والطموح والإصرار على شوية سعي مع توفيق ربنا قدرت أحقق جزء من أحلامي. 3 مراكز رسمية على مستوى الجمهورية كأفضل مراسل تلفزيوني، أكيد مش صدفة، والرحلة كانت صعبة والفشل خطوة أساسية للتعلم وسلمة للنجاح. الإعلام شغف وعمره ما كان سهل، حاول تسيب أثر واوعى تجري ورا الشهرة والوصول. شعور نتج عنه خلال 4 سنين أكتر من 10 حلقات يوتيوب حققوا أكتر من 120 ألف مشاهدة. سلسلة ثابت ولو تأثير بسيط جوه شخص واحد، وهو ده اللي شجعني أشتغل على ورشة المراسل التلفزيوني. عشان كده هي 3 في 3 هتطلع منها فاهم يعني ايه مراسل وانواع التقارير وازاي تبني تقرير سليم وفقا لانتاج التقارير التلفزيونية وغيرها من التفاصيل اللي لو سبت كومنت بكلمة مراسل هتتبعت لك كلها. خطوة هنتعلم فيها مع بعض ونعرف نفرق بين شخص عاوز يوصل وشخص لازم يوصل. خليك فاكر ان الحلم الكبير ما بيتحققش غير بالخطوات الصغيرة. حلمك يستحق. مستنيك نبدأ رحلتك سوا.